الكفتة الرز من الأكلات اللي احنا كلنا بنحبها وما بيختلفش عليها اتنين. مفيش حد ما بيحبش الكفتة الرز. وكمان هنعملها بمقادير مظبوطة، ولا هتفك منك ولا هتكش منك. وهقولك كمان على تركة كده بسيطة عشان ناخد بالنا منها، عشان الكفتة ما تشربش معانا زيت، وكمان لونها يبقى أخضر فاتح كده بالشكل ده. يلا بقى نصلي على النبي عليها أفضل الصلاة والسلام، ونقول بسم الله ونشوف الفيديو. هحط كيلو من الرز، والرز يكون مغسول ومتصفي وما فيهوش ميه، عشان الرز لو فيه ميه والمقادير بتاعتك فيها ميه الكفته بتشقق وبتفك معاكي في الزيت. وهحط كمان كوبايه من الشعريه، وانا بحط كوبايه من الشعريه واحده بس على الكفته، عشان لو باتت معاكي في الصلصه تاني يوم ما تنعمش ولا تفرول ولا تشرب كده من الصلصه، وتحس ان هي معجنه كده وبتنعم كده، ما بتبقاش حلوه. وكمان انا بحط خضره، بحطش بقدونس، لان البقدونس بيغمق لون الكفته، وكمان بيخليها تشرب معاكي زيت. انا بحط كزبره وشبت وما بزودش شبت، لان الشبت برضو بيغمق لونها. انا بحط حزمه صغيره بس من الشبت، وبحط حزمه كبيره من الكزبره. ما بحطش بقدونس خالص على الكفته، بيغير لونها وبيخليها غامقه وبيخليها تشرب معاكي زيت. وهحط كمان يعني مقدار 3 فصوص كده من التوم، يكونوا كبار، بس التوم ده كان عندي في الفريزر. وهحط قرن فلفل شطة حراق اخضر، وهحط كمان بصلاية كبيرة، وهحط كده شوية من بهار اللحمة. بهار اللحمة ده بيودي معانا الكفتة في حتة تانية وبيعلي التست بتاعها. واحط معلقه فلفل اسود صغيره، لان انا حاطه فلفل اخضر حراق، فحطيت معلقه صغيره، وحطيت معلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وحطيت معلقه كبيره كده من الملح. حطوا معلقه كبيره كده عشان ما تبقاش دلعه. وعايزه تاكلي كفته رز صح تبقى لحمه جملي. انا دلوقتي هاخد الخلطة اللي انا عملتها دي، وهروح عند الجزار وهاخد منه كيلو لحمة مفرومة جملي، وهو عنده مفرمة بيفرمها لي. هروح دلوقتي عند الجزار، وده شكل الكفتة لما جيت بقى من عند الجزار. بس انا حطيتها في التلاجة ساعة، وسبتها تستريح ساعة كده على الرف في التلاجة قبل ما اصبعها، عشان بتبقى ناعمة قوي. وجبت كده طبق فيه شوية من الزيت، وهحط ايدي بقى كده في الزيت. انا غاسلة طبعا ايدي كويس، وهبتدي ان انا اصبع الكفتة. وحاولوا وانتوا بتصبعوها الكفتة ما تبقاش كبيرة قوي، لانها بعد ما بتستوي بتنفش شوية عشان الرز والشعرية. فانا بعملها متوسطة بعد السوا بتبقى مظبوطة. ده شكل الكفتة. والكور دي بناتي هم اللي عاملينها، البنات بيحبوا الكور. ودلوقتي بقى انا هنزلها على زيت سخن. اهم حاجة الزيت يكون سخن عشان ما تشربش معاكي زيت، وكده كده احنا مش حاطين فيها بقدونس فمش هتشرب معاكي زيت. بصوا بقى الكفتة، اللهم بارك شكلها ولونها عامل ازاي، ما شاء الله. الكفتة كانت حلوة جدا، ولونها اخضر فاتح كده، وما كانتش غامقة وما شربتش معايا زيت. اهم حاجة تنزل على زيت سخن. ده كده شكل الكفتة. بس طبعا مش دي الكفتة كلها، احنا اكلنا منها كتير واحنا بنحمرها. بصوا بقى قلب الكفتة عامل ازاي، والكفتة هشة وطرية خالص. الكفتة كانت ما شاء الله حلوة جدا. ودلوقتي بقى هجهز كده الصلصة اللي انا هحط فيها الكفتة، وهسيب الكفتة تبرد عشان خاطر احطها في الفريزر. هحط كده معلقة من التوم. انا بعمل الصلصة بتاعة الكفتة بحط لها معلقة من التوم، ما بحط لهاش بصل. جربوها كده بالتوم، احلى من البصل بكتير. وهحط كده طماطم انا ضربها في الخلاط، وهحط فلفل اسود، وهحط مكعب خضار، وهحط نص معلقة صغيرة من هريسة الشطة واحطها في الصلصة، تبقى حلوة قوي. وهحط ملح وهحط سكر عشان الحموضة. وجربوا الهريسة، الهريسة بتبقى حلوة قوي في الصلصة. ودلوقتي كده الصلصة بعد ما اتسبكت هحط كوبايتين من المية، وهستنى عليها لما تغلي. واول لما تغلي هنزل بقى كده بالكفتة. شوية الكفتة دول البنات هم اللي عاملينهم. ولما الكفتة دخلت في السوا انا بحب احط بطاطساية واحدة صغيرة، بتبقى واخدة من طعم الكفتة والصلصة، طعمها بيبقى حلو. وهغطيها وهسيبها بقى تكمل بقية سواها. وكده الكفتة كانت خلاص بردت بقى، هعبيها في اكياس تلاجة وهحطها في الفريزر. واللي ما بيحبش الاكل حراق، هي عامة الهريسة ما بتبقاش حراقة، لان انا بعمل الهريسة فلفل احمر وحامي وفلفل بارد. يحط ربع معلقة صغيرة بس، والله بتدي طعم وتست حلو قوي للكفتة. انتوا مش هتحطوا كتير، انتوا هتحطوا يعني نص معلقة صغيرة. جربوها وجربوا تعملوها بالثوم بدل البصل، هتبقى حلوة جدا.
الحمد لله انا عملناها واتغدينا، ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. لو عجبكم بقى الفيديو وحاسة كمان ان انت استفدتي من الفيديو، ما تبخليش عليا باللايك والشير، ونصلي على النبي كتير في الكومنتات. واعملوا الكفتة وحطوها في الفريزر، بتنفع للطوارئ. اي وقت انت عايزة حاجة سريعة تعمليها، مفيش اسرع من الكفتة. الكفتة حلوة جدا وموفرة، وبترمي مع الكيلو ما شاء الله بيبقى 2 كيلو بعد ما بتعمليه. يلا ما ننساش بقى اللايك والشير، ويستودعكم الله، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.